السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنشيل مع بعض الحنة من الايد. يعني لو انتي عاملة حنة في ايديكي وباظت، او عاملة رسمة في ايديكي وباظت ومش عارفة تطلعيها ازاي، هنطلعها ان شاء الله النهاردة بسهولة. بس قبل ما نبدأ طبعا الفيديو، حابة اقول الفيديو اللي انا كنت عاملة فيديو قبل كده برضو عملي للحنة. وفي ناس كتير قوي هجمته ومش عاجبهم اللي انا كنت عاملاه طبعا. بس انا يعني ايه، اعوذ بالله طبعا من كلمة انا، بس هو انا بديكي فكرة. طبعا يعني انا بديكي فكرة، عجبتك تمام، ما عجبتكيش براحتك. يعني انا مش الا ولازم تعمليها، بس صدقوني هو ده الحل الوحيد اللي نفع معايا. يعني هو ده الحل الوحيد اللي نفع معايا في شيل الحنة. يعني انا كنت عاملة رسمة وباظت مني وبقى شكلها وحش في الايد في نفس الوقت. يعني انا كنت لسه عاملاها دلوقتي وبقى شكلها وحش. عاملة زي ما تكون بقعة في ايديكي، مش باينة الرسم خالص. فكان لازم ان انا اشيلها، فبحثت على اليوتيوب وجوجل والكلام ده كله عشان الاقي حاجة ايه تشيل الحنة. في الناس اللي قالت معجون، في الناس اللي قالت صابون، في الناس اللي قالت في ناس يعني قالت حاجات كتيرة قوي، الحاجات دي كلها. والناس اللي قالت ليمون، والناس اللي قالت برضو خل، وفي اللي هو قال صودا كاوية، واللي قال بتاع دهوت اللي هو ازازة الكولا. وفي برضو اللي قال اللي هو بيكنج باودر. ده كله جربته عشان اشيل الحنة من ايديا. ده كله جربته ومفيهوش اي نتيجة. تمام، مفيهوش اي نتيجة خالص نهائي. فانا لما شلت الحنة حبيت ان انا اشارككم بيها. يعني ممكن الناس تستفيد. هندخل بقى في الفيديو على طول، وبعد كده هنكمل مع بعض ايه اللي حصل في الفيديو التاني، وايه ليه الناس هجمته. اول حاجة معايا هنا ده طبق فيه شوية مية اهي، ماشي. والطبق التاني فيه شوية كلور، شوية كلور، بس الكلور خفاه شوية. هو لونه مصفر شوية اهو. يعني هو بيبقى اغمق من كده، بس انا ايه، حاطه عليه شوية مية خفاه يعني. ومعايا طبعا علبة مناديل او قماشة او اي حاجة. انت طبعا دلوقتي مفيش حنة، ماشي، دلوقتي مفيش حنة في ايدي اصلا. بس لو هي في حنة ده هتتشيل. أنا كنت عاملاها، يعني كنت عاملاها عملي. كان في الحنة كانت موجودة في ايديا وانا شلتها قدامكم. يعني عملت ايد واتشالت، فقلت لازم بقى اعمل الايد التانية معاكم واشيلها قدامكم. ده الفيديو برضه هسيبهولكوا فين في صندوق الوصف او في نهاية الفيديو. هتيجي حاطة المنديل في الكلور كده، او قماشة او اسفنجة، او حتة قطنية. وهتيجي تمشيها كده على الحنة، كده كده. تمام كده لحد شويه دقيقتين تلاتة وهتلاقيها راحت. انا صراحه ما جربتهاش، برضو في ناس سالتني بتقولي لو هي حنه صفرة او حنه حمراء. انا صراحه كنت مجرباها في الحنه اللي هي في الحنه السمراء صراحه. ما جربتهاش في الحنه الحمراء دي. بس في ناس برضو جربتها وردت لي على الكومنتات وقالت لي احنا جربناها في الحنه اللي هي الحمراء وطلعت وبقت كويسه. تمام. بتعملي كده. خلصنا كده بالمنديل ولقيناها ان هي راحت. تمام. هتيجي جايبه منديل تاني او تغسلي ايديكي بقى، مفيش مشكله. اهو، بس انا عشان بقى مش في الحمام يعني، فجايبه ايه منديل. هتيجي غسلاها تاني بالمنديل. خلصتي بقى كده خالص، يعني غسلت من هنا وغسلت بالميه. بعد كده هتمسكي تنشفيها تماما خالص كده. ويكون عندك فازلين. طبعا هي هتعمل التهابات عشان تبقوا عارفين. هي هتعمل شويه التهابات كده. يعني ايدك هتحسي ان هي ملتهبه مكان الكلور. تمام. هتيجي منشفه كده. وافضل حاجه بقى للالتهابات اللي هو زيت جوز الهند. هتيجي جايه بزيت جوز الهند، طبعا هو مجمد عشان الدنيا الجو ساقعه. وهتيجي دهنه مكانه كده، هو كويس طبعا للكلور. يعني كويس الالتهابات، قصدي جوز الهند. وهتيجي دهنه كده. ما عندكيش جوز الهند، عندك زيت عندك زيت زيتون، عندك مثلا زيت جوز الهند، زيت زيتون او فازلين، او اي مادة او اي حاجة مرطبة للايد. بس على كده. طبعا في ناس بتقول ان الكلور بيحرق الايدين والكلور بيولع في ايدينا والكلام ده كله. ايوه طبعا هو الكلور يا جماعة ما هو غلط على الايد. اذا كان كلور او اذا كان صابون مواعين او اذا كانت اي حاجات من دي طبعا غلط. بس شكل الايد ومنظر الايد بعد ما الحنة تبوظ هتخليكي تعملي اي حاجة، يعني هتخليكي تعملي اي حاجة عشان الحنة تروح من ايديكي.
عشان تبقوا عارفين. بس هي الكلور يعني انت مش هتغيبي بيه، مش هتاخدي وقت بيه طويل. ده هو بس شويه صغيرين، هتعملي بيه كده شويه صغيرين كده اهو، دقيقه او دقيقتين وهتلاقيه راح. مش هتقعدي فتره طويله يعني ان هو يولع في ايديك او الكلام ده كله. هو هيلسع حاجة بسيطة عشان تبقوا عارفين يعني. وفي ناس ما مش هيعمل لها أي حاجة. اللي بشرتهم حساسة هيلسعها شوية. بس أول ما الحنة تروح هتحطي بقى مادة مرطبة أو أي حاجة وهتروح على كده. تمام. يا رب أكون فدتكم في الفيديو دوت. وأتمنى يا رب يعني اللي ما يعجبوش الفكرة ما يجربوهاش. بس يا ريت بلاش التعليقات السلبية، يعني بلاش التعليقات السلبية اللي ايه، اللي تزعل. يعني أنا دلوقتي الفيديو انا عملته بس عشان افيد الناس، مش عاملاه عشان حاجة وحشة. والله اللي عاجبه الحاجة يعملها، مش عاجبه يسيبها لعل غيره يستفيد. يعني في ناس كتير استفادت من الفيديو وقالت ايوه انا عملت الحنة وراحت، ايوه انا عملت الحنة وراحت. يعني والحاجات التانية، واللي جرب الحاجات التانية هيلاقيها ما راحتش. يعني اللي جرب سواء اللي هو الحاجات التانية اللي انا قلت لكم عليها دي كلها ما بتعملش اي حاجة تماما نهائي يعني. فاللي هو جرب الحاجات التانية وجرب الكلور هيلاقيه ودى الحاجة التانية. وبعدين الكلور اصلا للملابس، يعني احنا ساعات بنغسل بيه هدومنا. يعني انا عن نفسي بغسل بيه الهدوم، مش وبحط ايديا فيه عشان اغسله. فهو يعني مش وحش برضو. فلو عجبكم بقى الفيديو متنسوش اللايك والشير واشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد مع قناة وردة في المطبخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد.